طب اقسم بالله وحشتوني. عاملين ايه؟ ازاي الاحوال؟ يا رب تكونوا بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبائي طلاب تانية بكالوريا مسار الاداب والفنون اللغه الفرنسيه في كل انحاء الجمهوريه من اسوان لاسكندريه. اهلا بيكم يا شباب. المحاضره الرابعه من الكورس التاسيسي لتانية بكالوريا. هناخد النهارده شويه معلومات مهمه. قلم وورقه، اللايك بتاعك الجميل، منشن لاي حد من اصحابك، شير، دعوه صالحه، دعوه حلوه علشان استمر ان شاء الله معاك باذن الله. مستمرين مع بعض لحد ما نخلص منهج تانية ثانوي بكالوريا ان شاء الله باذن الله. 100 درجه مضمونه ان شاء الله. انت بتتعامل مع مدرس بيخاف عليك اولا، 2 فاهم هو بيعمل ايه، 3 عايز دعوه صالحه فقط. عايز اقول لك ان انا بحبك في الله. ركز معايا علشان انا جاي لك بشويه معلومات مهمه جدا في درس التاسيس ودرس التانيث. النهارده هنشتغل على التانيث والجمع يا شباب. ازاي تأنث صفة وتجمعها. المحاضرة اللي فاتت اشتغلنا على ازاي تأنث لون وتجمعه، ازاي تعمل اللون مؤنث وازاي تعمل اللون جمع، مرة بالاس ومرة بالاو اس ومرة بالاو، صح كده؟ هنشتغل النهارده على تأنيث الصفات. تقول لي انا اصلا ما اعرفش يعني ايه الصفات، يعني انا مش عارف ايه الصفات، تمام؟ فانا عايز اقول لك حضر لي قلم وورقة وركز معايا في الجزئية الجاية. يلا بينا. درس تأنيث الصفات يا شباب. لازم اولا تعرف صفة معناها وتأنيثها ازاي. الاول المعاني، هنقرا المعاني مع بعض ان شاء الله. اول صفة من الصفات intelligent. يعني ايه intelligent؟ intelligent يعني ذكي. impatient يعني غير صبور. تقول لي يا مستر احمد باسيون دي زي كلمه patient بالانجليزي، صح اهو، لانه باسيون معناها صبور، انما لما ركب لها البريفكس دي تبقى امباسيون. يبقى انتليجون ذكي، امباسيون غير صبور، انما باسيون معناها صبور. ماشي. ايديال يعني مثالي نموذجي. طيب مستر احمد ايه الاو اللي في الاخر دي للتأنيث. يعني لو عايز اقول ذكي اقولها انتليجون، طب عايز اقول ذكيه انتليجنت ازود او، ماشي. عايز اقول غير صبور امباسيون، عايز اقول غير صبوره امباسيونت. عايز اقول ايديال يعني مثالي، طب عايز اقول مثاليه ايديال بالاو ازود او. عايز اقول بافار رغاي، بافارد رغايه. انتريسون يعني شيق. انتريسونت معناها شيقة. اوردوني معناها منظم. اوردوني زودنا الاو تبقى منظمة. ديزاردوني غير منظم. ديزاردوني بالاو غير منظمة. جورمون يعني شره او اكول. جورماند شره او اكولة. سوريون بشوش. سوريونت بشوشة. جينيال عبقري. جينيال عبقرية. تيميد وعامل لك علامة صح وهتعرف ليه دلوقتي. رومانتيك عامل لك علامة صح وهتعرف ليه دلوقتي. سكولار عامل لك علامة صح وهتعرف ليه دلوقتي. سوسيابل عامل لك علامة صح وهتعرف ليه دلوقتي. بص العلامة الصح دي بتقول لك ان الصفة دي بتمشي مذكر ومؤنث. يعني لو عايز اقول على ولد خجول هقول احمد تيميد. طب لو عايز اقول بنت خجوله رنا تيميد. يعني عايز تقول يا مستر احمد عايز اقول لك ان الصفه ما بتختلفش من مذكر لمؤنث في ال4 صفات دول وشويه صفات هنعرفهم برضو. يبقى جينيال زود او تبقى مؤنث، انما تيميد اخرها او اصلا فتبقى كما هي. رومانتيك اخرها او اصلا تبقى كما هي. سكولار مدرسي ومدرسيه، يعني لو شيء مدرسي أداة مدرسية مثلا، يعني يبقى سكولار مذكر ومؤنث. سوسيابل معناها اجتماعي، ماشي، اللي هي جايه من كلمة سوشيال يعني.
طيب ده كده يا مستر احمد بالنسبه للصفات. بالنسبه للقاعده بتاعتنا بقى، انا عايز افهم القاعده. بص عشان تفهم القاعده تعالى معايا على السبوره دي. السبوره دي بتقول ايه يا بطل الابطال؟ بتوضح لك الفرق ما بين الصفه مذكره ومؤنثه. يلا بينا كده نبص على السبوره دي. شايف يا واد كلمه بلون بلون بلون؟ يعني ايه بلون؟ بلون معناها اشقر، ماشي؟ فانت عايز تقول شقراء تعمل ايه؟ قال لي زود او تبقى بلوند. طب رونجي يعني مرتب، فانت عايز تقول مرتبه تقولها ايه؟ رونجي زود او. بريمير يعني الاول، بريمير معناها الاول اللي هي البريمير، ماشي؟ زي ما انت مثلا بتقول البريمير ليج اللي هو الشامبيون، بريمير ليج اللي هو البطوله الاولى يعني، ماشي؟ في الدوري الانجليزي بريمير تبقى بريمير زودت او. اذا هنقول انه علشان تأنس زود. شوف انا كاتب لك كلمه ايه؟ زود. يبقى اول خانه هنقسمها ونقول زود. يبقى لما اقول لك الصفه بتتأنس ازاي تقول لي بتتأنس بالاو يا مستر احمد. بلون تبقى بلوند، رونجي من غير الاو زود او، بريمير من غير الاو زود لها او تبقى بريمير، بلون بلوند، رونجي. ماشي يا حبايب؟ طيب سامباتيك يعني ايه؟ يعني لطيف، ماشي؟ طيب اخرها ايه؟ كو. رومانتيك معناها عاطفي رومانسي اخرها كو. ديناميك معناها نشيط اخرها كو، ماشي؟ اي صفه اخرها كو بنثبتها زي ما هي. يعني ايه؟ بتمشي مذكر ومؤنث. يعني ايه يا مستر احمد؟ يعني اقول رنا بتكون سامباتيك واحمد بيكون سامباتيك، بس مش سامباتيك اللي احنا بنسميها بالعربي اللي هي المعنى اللي الواد الايه الرايق الشيك الشكله حلو واد وسيم بنقول عليه سامباتيك، ماشي؟ ده باللغه العربيه واللغه المصريه سمباتيك. لا طبعا سمباتيك معناها ولد لطيف جنتل بيتعامل بلطف باحترام بذوق، اسمه سمباتيك، ماشي؟ فولد وبنت سمباتيك، ولد وبنت رومانتيك، ولد وبنت ديناميك نشيط، رومانتيك عاطفي، وسمباتيك معناها ايه؟ لطيف برضه. طيب اي صفه كو اعرف ان هي تمشي مذكر ومؤنث. واي صفه ابل زي سوسيابل او اجتماعي، سيرفيابل خدوم، سيرفيابل سوسيابل. اي صفه ا بي ال او اي بي ال اي اعرف ان هي بتمشي مذكر ومؤنث. تيميد الصفه تيميد خجول زي ما كنا قايلين دلوقتي في الجدول انه ينفع خجول وخجوله. اذا انا عايزك تعرف المربعين دول. يلا المربع الاول ده يا شباب هنقول فيه ايه؟ هنقول ملخص المربع زود. واحد يقول لي نزود ايه؟ زود او اهو بقى مؤنث. يبقى المذكر لو عايز اخليه مؤنث ازود او. طب لو لقيت صفه من الصفات المنتهيه بكو كيو اي ابل ا بي ال او اي بي ال اي والصفه تيميد اعمل ايه يا مستر احمد؟ تقول لي دي هنقول لها ثبت. يعني ايه ثبت؟ ثبت الصفه مذكره ومؤنثه زي بعضها. يبقى سامباتيك مذكر ومؤنث، رومانتيك مذكر ومؤنث، وديناميك مذكر ومؤنث، سيرفيابل مذكر ومؤنث، سوسيابل مذكر ومؤنث، تيميد مذكر ومؤنث. طيب تقول لي يا مستر احمد هل في صفات جوكر تاني ممكن تقابلني في الكورس التأسيسي ده؟ صفة زي مانس. تقول لي ايه مانس دي؟ اقول لك مانس يعني رشيق. تقول لي ايه ده؟ يعني دي رشيق ورشيقة؟ بتمشي مذكر ومؤنث يا بطل الابطال. يعني يا مستر احمد كلمة مانس رشيق دي تمشي مذكر ومؤنث؟ ايوه. طب رابيد يعني ايه رابيد؟ سريع، ماشي؟ طب اتلت يعني اتلت رياضي. فالثلاث صفات دول بيمشوا مذكر ومؤنث برضو. يعني اول ما تشوفهم في الاقواس اختارهم من الاخر. طب سمباتيك رومانتيك اي صفه كيو اي اي صفه بي اي بي ال اي الصفه تيميد على طول اختارها. يبقى دي اسمها جوكر اختيارات، جوكر صفات. اول ما بلاقي صفه من الصفات دي انا على طول بدخل اختارها. طيب يبقى مانس رابيد اتلت، ماشي يا حبايب؟ ماشي. طب انا يا مستر احمد هنساهم دول. بص يا عم، واحد رشيق
فهيبقى سريع فهيبقى رياضي. يا واد يا واد يا واد احفظهم معايا بقى. واحد رشيق يعني مانس فهيبقى سريع يبقى رابيد، فهيبقى رياضي يبقى اتلت. دول 3 صفات احفظهم يلا. يبقى قول لي بقى اي صفه كيو اي، اي صفه اي بي ال اي، والصفه تيميد. طبعا انا بنطق لك انجلش بس لو اقولها كو اي صفه كيو اي او اللي هي كيو اي يعني، اي صفه ا بي ال او اي بي ال اي، واي صفه تيميد. وكمان الصفات مانس واحد رشيق فهيبقى سريع فهيبقى رياضي. فدي صفات بتمشي مذكر ومؤنث. طيب ايه كمان يا مستر احمد؟ هل في صفات بتمشي مذكر ومؤنث تاني؟ قلت لك الصفتين دول. تقول لي طب وانت حاططهم مع بعض ليه يا مستر احمد؟ دول الصفتين دول سوبر وسامبا ليه حاططهم مع بعض؟ اقول لك تعالى وانا افهمك. سوبر بدأ بالاس وسامبا بدأ بالاس، ماشي؟ طب مالهم دول؟ دول ما لهمش مؤنث. يعني ايه؟ يعني اقول على ولد سوبر وبنت سوبر، ولد سامبا وبنت سامبا. تقول لي هو سامبا دي اختصار ايه؟ سامباتيك، ماشي؟ فسامباتيك اللي كانت فوق دي هيها سامبا، ماشي؟ طيب يبقى 2 بالاس معايا كده، صفتين بالاس اللي هما سوبر وسامبا. طيب وايه كمان؟ وصفتين بالسي اللي هما شاتان وشيك. شاتان وشيك. شاتان اللي انا كنت قاريها في الكور اللي فات في المحاضره اللي فاتت. شاتان بمعنى حزلقومي اللي هو ولد برتقاني كده ووشه محمر وشعره محمر، ماشي؟ شاتان. وشيك يعني شيك بيلبس حلو، تمام؟ طيب يبقى الاثنين بحرف ايه؟ بحرف السي. طيب مارون بني، واورانج البرتقاني زي ما خدنا الكور اللي فات او المحاضره اللي فاتت. طب مستر احمد ده انا هنساهم. ما تنساهمش، احفظهم كده. بص اس سي ام او في المؤنث نو. قولها لي تاني كده. اس سي ام او في المؤنث نو. كمان مره اس سي ام او في المؤنث نو. تقول لي بقى اس سي ام او ده سيم كده بيني وبينك. اقول لك فاكر الجوكر اللي كان بيقول اس سي ام او؟ تقول لي اس سوبر وسامبا، وسي شاتان وشيك، وام تبقى مارون، واو تبقى اورانج. يبقى دي صفات بتمشي مذكر ومؤنث. عظمه على العظمه، ركز معايا. يبقى اذا لما اجي اقول لك ايه صفات الجوكر تعرفهم؟ تقول لي اعرفهم طبعا. بص كده اهو، صغرت الشاشه اهوت عشان اوريهم لك. اي صفه كو، اي صفه قبل الصفه تيميد. واحد رشيق فيبقى سريع فيبقى رياضي. 2 بالاس، 2 بالسي ام او، اس سي ام او. دي كده الصفات اللي بتمشي مذكر ومؤنث وبنسميها جوكر. الصفات ماشيه مذكر ومؤنث. طب لو انا قابلني يا مستر احمد صفه زي بون دي، بون بمعنى جيد. ايطاليان دي يعني ايطالي، عايز انس اعمل ايه؟ قال لي اي صفه او ان، اي صفه بالاو ان، او ان دي واو ان دي بعمل ايه؟ قال لي روح ضاعف الحرف الاخير وحط او. فبون تبقى بون، ايطاليان تبقى ايطاليان. المحاضره اللي فاتت اديتك ايه؟ افتكر معايا، اديتك جمل. ليسيان بالظبط زي ما انت قلت، ليسيان. ايجيبسيان، ايجيبسيان. ايطاليان. بون. يبقى او ان واو ان بنضاعف الحرف الاخير ونحط او. طب لو قابلنا يا مستر احمد صفه زي دي كده، نوفيل بالاو وال كمان كده، اعمل ايه؟ نوفيل دي معناها جديد. طب انا عايز اقول جديده، اعمل ايه يا مستر احمد؟ قال لي اعمل كده. نوفيل هتعمل ايه؟ ضاعف ال وحطه. يبقى لما الاقي او ال واي ال زي نوفيل كده، وزي جونتي اهو. جونتي بمعنى لطيف، فانا عايز اقولها لطيفه اقولها جونتي. يبقى نوفيل مو ال واحده دي مذكر، مو دوبلو ال تبقى مؤنث. جونتي مو ال واحده دي مذكر، مو دوبلو ال تبقى مؤنث، ماشي؟ طيب هنا برضو صفه زي جرو بمعنى ضخم، فانا عايز اقول ضخمه، اعمل ايه؟ بص اهو جرو اهي. عايز اقول ضخمه اعمل ايه؟ قال لي زود حرف وحط او، ماشي؟ طب انا مش احمد هنساهم دول، ما تنساهمش. طب واحده هقول لك دلوقتي تفتكرهم ازاي. جرا اهو، جرا اس. عايز انس اعمل ايه؟ قال لي ضاعف الحرف الاخير وحط او. هو كله ضاعف الحرف الاخير وحط او؟ ايوه. طب فيولي اخرها او تي اهي. فيولي بنفسجي، عايز اقول بنفسجيه، هعمل ايه؟ قال لي اهي فيولي اهي.
تروح جاي مزود ت وحاطط او، ضاعف الحرف الاخير وحط او. يبقى اذا انت بتضاعف الحرف الاخير وتحط او امتى؟ يلا ركز معايا يا واد، ركز معايا. ها عايز احفظهم مش واحد، بص احفظهم كده بالاربع كور دول: او ان او ان، او ال اي ال، او اس ا اس، او تي. قولهم تاني كده: او ان واي، قولها بالانجليزي: او ان واي ان، اي ال اي ال، او اس اي اس، اي تي. بعمل ايه؟ بضاعف الحرف الاخير واحط او. يبقى اول ما الاقي صفه من الصفات دي بالنهايات دي انا عايز اخليها مؤنث، اعمل ايه؟ اضاعف الحرف الاخير واحط او. ماشي؟ طيب بص بقى وركز معايا، ركز معايا في اللي انا هقوله ده. انت فاكر اول حاجه قلنا ايه؟ زود. هتزود ايه؟ زود حرف الاو. برافو انت صاحي معايا. ثبت. هتثبت ايه؟ ثبت صفات بتمشي مذكر ومؤنث اللي هم الجوكر اللي قلنا اي صفه كو، اي صفه قبل، رشيق سريع رياضي، واس سي ام او في المؤنث نو. صفات ايه؟ صفات ثابته. برافو عليك. طب وايه كمان؟ تعالى بقى للمربع الثالث ده. ضاعف. بنضاعف ايه؟ بنضاعف الحرف الاخير ونحط او. 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 يبقى لو انت عايز تلخص الدرس اللي انا اتكلمت فيه من 10 دقايق هتقول ايه؟ زود، ثبت، ضاعف. اقول لك زود تقول لي زود او. اقول لك ثبت تقول لي ثبت اي كو، اي قبل، اي صفه تميد. صح كده؟ وواحد رشيق فيبقى سريع فيبقى رياضي. صح كده؟ طيب وكمان اس سي ام او، سوبر وسامبا وشاتان وشيك. صح كده؟ طيب وايه كمان يا عمنا؟ تقول لي وضاعف. هنضاعف ايه؟ اي او ان واي ان، اي ال اي ال، او اس اي اس، اي تي. بعمل ايه؟ بضاعف الحرف الاخير واحط او. كمان معايا بطل الابطال صفه زي دي كده منتهيه بالاف. زي ايه؟ تقول لي اكتيف، اتونتيف، ماشي، كولكتيف، ماشي، سبورتيف، كلها تيف كده. بالظبط. اكتيف، اتونتيف، كولكتيف، سبورتيف، كل ده هيف. هعمل ايه؟ قال لي شيل الاف حط في او، شيل الاف حط في او، شيل الاف حط في او، شيل الاف حط في او. يبقى انا هشيل الاف واحط ايه؟ في اي. يبقى انا كده عملت. يبقى اكتيف نشيط، اكتيف نشيطه. التنطيف منتبه، التنطيف منتبهه. كولكتيف جماعي، كولكتيف جماعيه. سبورتيف رياضي، سبورتيف رياضيه. وضحت الفكره يا باشا؟ طيب عظيم. مسيو احمد، نعم، ممكن بعد اذن حضرتك تبصمج لي المعلومه؟ تقول لي ايه ده يا مسيو احمد انت بتبصمج؟ ايوه انا ببصمج. طب بتبصمج امتى؟ بعد ما اشرح الدرس كامل. تمام؟ بروح جاي مديك تركايه كده، تروح جايه عامله كبسوله للمعلومه. احنا بنكبسل مش بنبصمج. الفرق ما بين البصمجه والكبسله ايه؟ الكبسله بتبقى بعد الفهم، البصمجه بتبقى من غير فهم. واضحه الفكره؟ طيب انا دلوقتي شرحت المؤنث. شرحت ليه؟ المؤنث. طيب حلو جدا. عايز اشرح الجمع من غير ما ادخل في تفاصيل، من غير ما ادخل في تفاصيل. بص كده، لو انا هقول لك ازاي تختار وانت بتختار يعني، ماشي؟ عايز تختار صح. اي كلمه تعرف ان هي مفرده مؤنثه هتزود عليها او على طول. ماشي؟ اهي كلمه مفرده ايه؟ مؤنثه. طب اي كلمه جمع مؤنث هتضيف عليها او اس على طول، تبقى نهايتها او اس على طول. طيب اي كلمه اخرها اس تعرف ان هي جمع مذكر، اي كلمه اخرها اكس تعرف ان هي جمع مذكر. طب ما تديني مثال يا مسيو احمد؟ تعالى كده وانا اديك مثال في الاجزاء الجايه دي. مفرد المؤنث. بص يا عم كده، لو انا جيت قلت لك مثلا صفه زي ايه؟ الصفه زي دي من الحاجات اللي احنا لسه كاتبينها دلوقتي. بص كده، جورماند، لقيت اخرها او، بس كده انا عرفت ان هي مؤنث على طول. طيب لو لقيتها كده يا مسيو احمد، جورماند، جورماند بالشكل ده كده، بس النهايه كده، عرفت ان ايه على طول؟ ايه؟ جمع مؤنث يا مسيو احمد. طب لو انا عملتها كده، جورمون، بالشكل ده كده، جمع مذكر، ماشي اهو اخرها اس، انما دي اخرها او اس جمع مؤنث، دي اخرها او مفرد مؤنث. طب لو انا بقى يا مسيو احمد عندي صفه زي دي كده،
سيريو اخرها اكس، دي جمع مذكر. ايه ده؟ يعني اللي اخرها اكس جمع مذكر؟ طب وممكن تنفع مفرد مذكر؟ ايه ده؟ يعني سيريو دي اللي هي سيريوس، ايوه مجتهد ومجتهدون بس جمع المذكر، خلي بالك ماشي. طيب صفه زي دي كده مثلا يعني اخرها اكس برضو، لو مثلا قلت لك نيرفو يعني نيرفو عصبي وعصبيين، اخرها اكس تشتغل مفرد ومذكر وجمع مذكر في نفس الوقت، ماشي كده. فانت عندك اي صفه اخرها اس واكس جمع مذكر، اي صفه او اس جمع مؤنث، اي صفه اخرها او تبقى ايه؟ مفرد مؤنث. تعالى بقى معايا كده اما نطبق في الجزئيه الجايه دي. بص يا باشا، انا عندي دلوقتي التمرينه دي بتتكلم في المؤنث، نشتغل عليها كده. بص كده، دي تمرينه هي بيتكلم فيها في المؤنث والجمع. خلاص بعد ما فهمنا وكمان بصمجنا، آن الأوان يا بطل إنك تحل على القاعدة دي. نكبر شوية كده كمان علشان الدنيا تبقى واضحة. طبعا أنت بتعمل تدوير الموبايل أو لو أنت بتسمع على التاب أو اللاب الأمر هيبقى أسهل يعني. ليه؟ بص يا بطل الأبطال، تعالى اما نكبر كده الخط شويتين. ليه يعني إيه؟ الكلام على إيه؟ على مفرد مذكر، صح كده؟ تقول لي بص يا مستر احمد، دي اخرها او بفرد مش نافعه. طب دي اخرها او مش نافعه. طب دي اخرها او مش نافعه عشان انا عايز مفرد مذكر. ايه اللي يعني هو ازاي ياخد مفرد مؤنث اللي اخره او؟ تقول لي طب ما دي اخرها او برضه يا مستر احمد، انت ما خدتها قلتش مش نافعه ليه؟ لا ده دي هتنفع ليه؟ افتكر كده النهايه بتاعتها ايه؟ قبل. بس اي صفه اخرها قبل هتمشي مذكر ومؤنث من الاخر. اول ما تشوفه في قلب الاقواس تعرف ان هي تمشي مذكر ومؤنث، ماشي؟ تبقى جوكر يعني. طيب دي معناها ايه؟ لزمي. في فرق يا اولاد ما بين لزمي دي ولزمي دي، ركز بقى. لزمي دي معناها الصديقات اللي فوق اخرها او اس دي، انما اللي اخرها اس دي معناها الاصدقاء. يعني الكلام على ايه؟ كلام على جمع مذكر، ركز معايا. فدي معناها صديقات خالد ولا اصدقاء خالد؟ صديقات خالد، زميلات خالد، الكلام على جمع مؤنث. تقول لي ده اصلا مش جامع يا مستر احمد، اكس مش هينفع. طب وده مفرد يا مستر احمد، انا عايز جمع. دي جمع ايه؟ جمع مذكر. ودي جمع ايه؟ جمع مؤنث. انا عايز جمع مؤنث ولا جمع مذكر؟ جمع مؤنث. انما لو كانت اصدقاء خالد كنت هاخد ايه؟ اللي اخرها اس اللي هي جمع المذكر. خلاص، ففرق ما بين كلمة صديقات وأصدقاء. طيب علي ومنى أهو، علي ومنى. طب علي ومنى دول جمع مذكر ولا جمع مؤنث؟ خدنا في أول محاضرة تأسيسية إيه؟ لما يبقى في مذكر مع مؤنث بنعمل إيه؟ برافو، بنغلب المذكر على المؤنث. كده أنت صاحي معايا. طب هنا جمع مذكر، ماشي. بص يا مستر أحمد، جمع مذكر دي يعني أنا عايز جمع حاجة فيها اس، صح؟ سامبا ما فيهاش اس. طيب دي فيها او اس ودي فيها او اس، ماشي؟ ودي فيها اس. طيب هو انا عايز جمع مذكر ولا جمع مؤنث؟ جمع مذكر. اردن بره، بافارد بره، لان او اس يعني جمع مؤنث، تبقى سامبا. سامبا معناها ايه؟ لطاف، ماشي؟ طب ركز بقى في التركيه اللي جايه دي. بيقول ايه؟ علي بيكون شخصيه. في فرق ان اقول لك مثلا يعني اقول لك ايه؟ سمير رغاي، ماشي؟ لما اجي اقول ايه؟ ده سمير ده هو شخصيه رغايه، يبقى في فرق ان انا قلت سمير رغاي فكده انا بتكلم عن سمير نفسه. انما لما اقول سمير شخصيه رغايه كده انا بتكلم على الشخصيه بتاع سمير، يبقى اتكلم على كلمه شخصيه، كلمه بيرسون، الكلمه المفرده المؤنثه. يبقى كلمه بيرسون ديت يعني ايه؟ شخصيه، كلمه ايه؟ مؤنثه وكمان مفرده. فلما اقول علي بيكون شخصيه الكلام على المفرد المؤنث. فين هنا المفرد المؤنث؟ مفيش. فين هنا المفرد؟ ده جمع. فين هنا المفرد؟ ده جمع. يبقى انا شغال على جورماند، شخصيه شرهه اكوله، ماشي؟ طيب الحته دي انا مش هتكلم فيها دلوقتي. ليه يا مستر احمد؟ اوانها مش موجود دلوقتي، ما اشتغلناش عليها ما نشتغلهاش. خلاص كده؟ طيب الحته دي بقى، علي ديز امي ايطاليان، يعني علي عنده اصدقاء. طب اصدقاء دي جمع ولا مفرد يا جماعه؟ جمع. عايزه ولا ان ولا دي ولا ايه بالظبط؟
اصدقاء عايزه دي زامي، لان كلمه اصدقاء جمع، واحنا قلنا اداه النكره للايه؟ للجمع. ماشي يا حبايب؟ دي كانت اول جزئيه في الموضوع اللي معانا، ودخلنا يا باشا في درس الايام، ايام الاسبوع والشهور والسنين وكيفيه التعبير عنهم. فركز معايا في الجزئيه الجايه مع الايام والتواريخ. يلا بينا. ورجعنا مع بعض لايام الاسبوع. زي ما انت شايف كده ايام الاسبوع بتبدا في مصر غير في فرنسا. تقول لي ايه ده؟ هم عندهم 8 ايام واحنا عندنا 7؟ لا، هم نفس السبع ايام، بس انت الدولة الدين الاسلامي هو الاكتر، فالاجازة بتبقى يوم الجمعة. انما في فرنسا الدين المسيحي هو الاكتر، فالاجازة بتبقى السبت والاحد. ماشي؟ فالاحد طبعا المسيحيين بيعملوا طقوسهم وعباداتهم، والمصريين يوم الجمعه بيعملوا طقوسهم وعباداتهم. واضحه الفكره؟ فالجمعه بيبقى ويك اند، اما بدايه الاسبوع في مصر بيبقى السبت، اما في فرنسا بيبقى الحد هو الويك اند وبدايه الاسبوع هو الاثنين. ماشي كده؟ فانت لو شفت ايام الاسبوع من اول لاندي تعرف ان دي بادئه من فرنسا، انما لو لقيتها من اول سمدي تعرف ان دي بادئه من مصر او بيتكلم عن مصر. ماشي كده؟ طيب فتعالى كده اما نشوف الايام. طبعا هو بادئ بيوم الايه؟ بيوم الويك اند، يعني يوم الجمعه. لا، تعالى اما نبدا من اول السبت. ماشي؟ من اليمين كده: سامدي السبت، ديمانش الحد، لاندي الاثنين، ماردي الثلاث، ميركودي الاربع، جودي الخميس، فاندردي الجمعه. يلا قول معايا كده تاني. يلا ها. سامدي، ديمانش، لاندي، ماردي، ميركودي، جودي، فاندردي. قول تاني يلا كده: سامدي، ديمانش، لاندي، ماردي، ميركودي، جودي، فاندردي. تاني يلا: سامدي، ديمانش، لاندي، ماردي، ميركودي، جودي، فاندردي. دي كده الايام يا شباب. حلو الكلام؟ كلام عظيم. طب انا حبايب قلبي دلوقتي قلت لك الايام، انت ملاحظ حاجه؟ تقول له اه ملاحظ يا مسيو احمد. ملاحظ ايه يا ولا؟ تقول لي ملاحظ ان كل الايام قبلها لو مذكره لو، يبقى الايام كلها مالها مذكره، الايام كلها مالها مذكره. طيب ايه كمان؟ كلمه اسبوع يعني ايه؟ ده هي سمان معناها اسبوع. طيب الاسبوع بقى له ولا لا؟ يعني مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. تقول لي ايه ده؟ يعني كل الايام مذكره، اما كلمه اسبوع مؤنث. بالظبط، زي كل الالوان مذكره، اما كلمه كولر مؤنث. شفت بقى؟ فيبقى كل الايام مذكره تاخد له، اما كلمه سمان مؤنث تاخد لا. كل الالوان مذكره تاخد له، اما كلمه كولر مؤنث تاخد لا. يبقى تقول لي بقى سامدي، ديمانش، لاندي، ماردي، ميركودي، جودي، فاندردي. كده انا خدت الايام. خلاص كده؟ طيب مسيو احمد، نعم، انا لما باجي دلوقتي بقول لو فاندردي معناها ايه؟ يوم الجمعه، معناها ان كل يوم جمعه. خلاص كده؟ يعني ايه كل يوم جمعه؟ يعني في تكرار للحدث. ماشي كده؟ فلما اقول يوم الجمعه انا بروح جوفي او كلاب، بروح النادي افيك ميزامي مع اصحابي، يبقى انا كده بتكلم عن هابت او عاده بتحصل على طول. طيب ادي اول حاجه احنا عرفناها مع بعض النهارده. تاني حاجه انا عايز اتعرف عليها النهارده يا شباب، وهي فترات اليوم. تقول لي ايه بقى فترات اليوم دي؟ فترات اليوم يا حبيبي يعني وانا بكلمك عن الصبح، الظهر، بعد الظهر، المساء، نصف الليل. تقول لي هو ده كده الفترات؟ هما كام فتره؟ تعال ما نشوفهم يلا. اول واحده ماتان. يعني ايه ماتان؟ الصبح، اسمها كده ماتان.
ودي بتبقى من واحدة صباحا واحدة بالليل، يعني لحد 11 قبل الظهر. بعدين اول ما تيجي 12 الظهر والاذان بيدن نقولها ميدي 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 ميدي، يعني 12 الظهر والعقارب راكبه على بعضها كده اهو، يبقى ده ميدي. طب جميل. ابري ميدي، ابري يعني بعد، ابري ميدي، ابري ميدي يعني بعد الظهر، يبقى ابري ميدي. وتفضل تقول بعد الظهر بعد الظهر لحد ما تيجي الساعه 6، الساعه 18 يعني الساعه 6. لو سوار، لو سوار اللي هو المساء اللي بنقول له بونسوار، ماشي. طب وبعد المساء مينوي، منتصف الليل اللي هو الساعه 12 بقى بالليل بقى، وانت ايه، يبقى ساعه اما اقول مينوي يبقى العقربين راكبين على بعض بس بالليل. طيب ميدي العقربين راكبين على بعض الظهر. طب متى؟ الصبح. ابري ميدي بعد الظهر. سوار يعني المساء. عايز بقى اقول لك حاجه، انه الفترات عايزه لوهات. تقول لي يعني ايه؟ يعني ايه لوهات؟ يعني لو، تاخد لو. يبقى الفترات عايزه لوهات والفترات مذكرات. يبقى قول لي بقى كده، الفترات مذكرات والفترات عايزه لوهات. قولها تاني كده، الفترات مذكرات والفترات عايزه لوهات. قولها تالت مره كده، الفترات مذكرات الفترات عايزه لوهات. برافو برافو. يبقى انا دلوقتي وانا جاي عايز اقول متى الصبح اقولها لو، ماشي. طيب ظهرا بقى يا مسيو احمد، هو ظهرا ده ولاد يعني بالتحديد الساعه 12 بالظبط، يعني بعبر عن الساعه. طيب ولما تعبر عن الساعه في الانجليش بتاخد حرف الجر ايه؟ ات. حرف الجر ات بيجي قبل الساعات، صح كده؟ ده في الانجليش. انما بقى في الفرنسي حرف الجر بتيجي ساعه وراه. سمعني، حرف الجر بتيجي ساعة وراه. يبقى أنا كده خدت حاجتين. يلا، الفترات مذكرات الفترات عايزة لوهات، وحرف الجر بتيجي ساعة وراه. ماشي كده يا عمنا؟ يبقى أول ما أقول لك ساعة، أول ما أقول لك منتصف النهار ميدي، منتصف الليل منوي، ياخدوا حرف الجر إيه يا بطل؟ حرف الجر على طول. ميدي منوي. ماشي يا شباب؟ ده بالنسبة للأيام والفترات. تعالى بقى للشهور والسنوات. يبقى احنا كده خدنا الأيام والفترات، داخلين في الشهور والسنوات. تعالى يا باشا، عايزين نقول أسماء الشهور بطريقة صحيحة وسليمة ونطق صحيح وسليم. يلا، هو يعني ايه أصلا يا مسيو أحمد كلمة شهر؟ شهر يعني موا موا موا. يعني ايه موا؟ موا يعني شهر او اشهر. فلما اقول موا دولاني يعني اشهر السنه، موا دولاني اشهر السنه. طيب اني قلنا معناها سنه وقراناها في الكلمات في بدايه المحاضره اللي فاتت. طب انا عايز اقول جانيوري، هقولها ازاي؟ هقولها جانفيي 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 جانفيي. طب عايز اقول فبراير، هقولها فيفريي فيفريي فيفريي. عايز اقول مارس مارس مارس. افريل افريل. ماي مايو. جوان يونيو. جوييه يوليو. اوت اغسطس. سبتمبر سبتمبر. اكتوبر اكتوبر. نوفمبر نوفمبر. ديسمبر ديسمبر. يعني سبتمبر اسمها سبتمبر، طب اكتوبر اسمها اكتوبر، طب نوفمبر اسمها نوفمبر، طب ديسمبر اسمها ديسمبر، وسبتمبر اسمها سبتمبر. ماشي. يبقى دلوقتي عايز اقول الشهور من تاني. قول يلا، جانفيي فيفريي مارس افريل ماي جوان جويي. سمعني، جانفيي فيفريي مارس افريل ماي جوان جويي. كمان مرة، جانفيي فيفريي مارس افريل ماي جوان جويي. كمان مرة، جانفيي
فيفري، مارس، افريل، ماي، جوان، جويي. طيب اوت، اغسطس، سبتمبر، سبتمبر، اكتوبر، اكتوبر، نوفمبر، نوفمبر، ديسمبر، ديسمبر. يبقى كل الشهور دي يا اولاد مذكره، ماشي، وكلمه شهر مذكر، ماشي يا حبايب. طيب يا مسيو احمد، دلوقتي لو انا عايز اعبر عن شهر، عايز اقول مثلا ان انا اتولدت في شهر مارس، انا عايز اقول فيه، اقولها ازاي؟ الاو ان. يعني الاو ان دي بتيجي قبل الشهور، ايوه، وقبل السنوات كمان. يعني لو عايز تقول ان انا اتولدت مثلا في 2000، انا عارفش الدفعه دي مولوده في سنه 2000 وكام، 2009 مثلا، ماشي، معرفش 2009 ايه، معرفش 2010 2011 مش عارف، مش مركز بصراحه. المهم حسب ما الدفعه دي مولوده فتاخد حرف الجر ان. يعني لو عايز اقول مولود في سنه كذا ياخد حرف الجر ان، مولود في شهر كذا ياخد حرف الجر ان. طب انت هتنساها، هتقول لي ايه؟ شهور وسنين او قبل الاتنين. قولها تاني كده، شهور يعني شهر، سنين يعني سنه، اي شهر اي سنه عايز حرف جر قدامه تاخد حرف الجر او ان. يعني لو تقول انا مولود في، انا رحت اسكندريه في شهر يوليو مثلا، في شهر اغسطس مثلا، عايز تقول في هتاخد او ان، ماشي. يبقى شهور وسنين الاو قبل الاتنين. قولها تاني كده، شهور وسنين الاو قبل الاتنين. يبقى تقول لي يا باشا ركز معايا، ركز معايا هنا، ركز معايا هنا، ركز معايا هنا. لو حضرتك عايز تقول في شهر مارس تقولها اون مارس، في شهر ابريل اون افريل، ماشي. طب عايز تقول في سنة 2020 تقولها ازاي؟ تقولها او ان في سنة ايه؟ 2020، ماشي. طيب جو سوي ني، انا مولود في 13 مارس، تقول لي بس ادي شهر اهو يا مسيو احمد. مالك عايز ايه يعني؟ ما خدتش او ان ليه؟ قال لي اصل ده مش شهر، ده تاريخ. تقول لي تاريخ ازاي يعني؟ تعالى بقى وانا اقول لك في السبوره دي. بص يا عم، دلوقتي انا عندي اولاد في الجزئيه دي في السبوره دي، تعالى كده اما نشوف. وانا بتكلم عن الثلاث جمل او الاربع جمل والاختلاف ما بينهم. مثلا انا عايز اقول جو سوي، انا اكون، ني مولود، دي جمله اهي، ماشي. انا مولود في سنه 2009، انا مولود في شهر مارس، انا مولود في 12 مارس. ايه الفرق ما بين شهر مارس و12 مارس؟ تقول لي شهر مارس ده شهر، 12 مارس ده تاريخ. وصلت؟ انا مولود يوم الاثنين، لاندي، خلاص. انا مولود، ركز كده، في شهر مارس. تقول لي ايه ده؟ مش انت قايل في شهر مارس دلوقتي؟ لا، انا مولود في مارس على طول، انما دي انا مولود في شهر مارس. تقول لي ايه اللي هيختلف؟ هقول لك دلوقتي، ركز بقى معايا. انا مولود اول مارس، ماشي كده؟ طيب تعالى بقى ما نشوف ايه الفرق في الحل ما بين الايه الجمل دي. لو انت عايز تقول ان انا مولود في سنة 2009 هتعمل ايه؟ هتقول لي يا مسيو احمد ناخد حرف الجر وان، ماشي؟ ليه؟ عشان هي سنة. طيب مارس برضه اخد حرف الجر وان، اقول لك ليه؟ تقول عشان دي شهر. طيب لما اقول لك 12 مارس تاخد حرف الجر وان؟ لا، تاخد حرف الجر اداة المعرفة لو. تقول لي ليه؟ لان التواريخ بيجي قبلها معرفة، اداة معرفة اللي هي لو يعني. طيب اليوم ايام اللي يجي قبلها لو، ليه؟ معرفة، ماشي؟
طيب لما اجي اقول لك بقى تواريخ والايام معرفة بتيجي قدام، شهور وسنين الأون قبل الاتنين. يا سلام، قولها لي بقى تاني كده. تواريخ والايام معرفة بتيجي قدام، شهور وسنين الأون قبل الاتنين. يبقى لو انا جمعت لك بقى من الاول كده، حرف الجر بتيجي ساعة وراه، صح كده؟ طيب وايه كمان؟ والفترات مذكرات، والفترات عايزة لغات، شهور وسنين الأون قبل الاتنين، تواريخ والايام معرفة بتيجي قدام. اي خدمة يا عم. طب لما اجي اقول لك بقى انا مولود اول مارس، قال لي قول كده لو. اول بريمير يعني اول مارس. طب انا مولود في شهر مارس بقى، هو ده اللي فيه الاختلاف. ده استثناء. ليه بقى؟ لانك انت ما قلتش مارس، انت قلت في شهر مارس فتاخد حرف الجر انما لو قلت في مارس على طول تاخد حرف الجر ان. يبقى في فرق هنا يا جماعه. والتركايه عاليه جدا لو عايز توقع واحد فيها. تقول له ايه الفرق ما بين مارس لوحدها وموا دو مارس؟ ماشي؟ يبقى لما تبقى مارس لوحدها غير موا دو مارس. مارس لوحدها تاخد ان هنا، موا دو مارس تاخد هنا. ماشي حبايب؟ طيب ده كان بالنسبه للجزئيه دي. تعالى بقى معايا كده بعد ما خدنا الجزئيه دي نجرب نحل التمارين الجايه، فيلا بينا. تعالى معانا بقى نطبق في الاجزاء اللي تم شرحها دلوقتي. والجمله الاولانيه بتقول اوني اهو، اوني نقط مارس. يلا راجع مع الاغنيه. تواريخ والايام معرفه بتيجي قدام، ومارس ده ايه؟ شهور وسنين، يبقى الأون قبل الاتنين. طب لما كلمة مارس اتسبقت بكلمة موا تاخد ان برضو؟ لا، تاخد او. طب لما كلمة مارس اتسبقت برقم يبقى ده تواريخ، صح؟ والتواريخ والايام يبقى معرفة بتيجي قدام، يبقى تاخد له. ماشي؟ طب لما يجيب لك التاريخ بدل ما هو بالحساب يجيبه لك بالحروف. دوز، ما هي دوز يعني 12 برضه لما ناخد الاعداد ان شاء الله. تقول لي بقى ايه؟ لو. طب لما اجي اقول لك مارس 11 مارس. طب 11 دي يا مستر احمد بدأ بالمتحرك، المفروض اديها الا ابوستروف بقى. غلط، اوعى ترتكب الجريمه دي. ليه؟ لان لما هناخد في الاعداد ان شاء الله هنعرف ان اونز العدد 11 لا يعامل معامله المتحرك، وكذلك العدد ويت 8 ان شاء الله لما ناخد الاعداد في المحاضره الجايه. تمام؟ طب جو سوي ني، انا اتولدت بريمير. يعني ايه بريمير؟ اول مارس. يعني ممكن يقولها بريمير مارس، ممكن يقولها كده بريمير مارس، يعني رقم واحد كده او ار كده زي رقم واحد فيرست كده في الانجليش. ماشي؟ فبريمير دي تعتبر مذكره فتاخد لو بريمير. لو بريمير اتولد في اول مارس. طب هنا لما يقول لك اتولد في 99 سنه 99 دي سنه، صح؟ شهور وسنين الأون قبل الاتنين، صح كده؟ طيب انا بقى عايز اعرف يعني ايه مولود. هو مولود يعني ني مولود. طيب انا عايز اعرف بقى هي ني ديت اللي هي يا مستر احمد دي للمفرد المذكر، وني دي معناها مولوده المفرد المؤنث، ودي معناها مولودون لجمع المذكر، دي معناها مولودات لجمع المؤنث. فانا اروح اشوف الفاعل هو علي يعني مفرد مذكر، يبقى انا عايز ني المفردة المذكرة. طب انا بقول لها يا مدام. يا مدام دي يعني ايه؟ بكلم ايه؟ بكلم مؤنث. بقول لها يا مدام حضرتك مولود ولا مولودة؟ لا، تقولي حضرتك مولودة. طيب مولودة هتبقى ني المفردة المذكرة؟ لا. طب ني المفردة المؤنثة؟ ايوه. طب ني جمع المذكر؟ لا. ني جمع المؤنث؟ لا. ماشي؟ يعني الفو هنا جايه بمعنى ايه؟ حضرتك. ايه اللي عرفك؟ مسبوقه بمدام او مسيو تبقى حضرتك على طول. طيب علي وساره.
طب علي وسارة ده تغليب المذكر على المؤنث. طب وتغليب المذكر على المؤنث يبقى انا شغال على تغليب المذكر على المؤنث، يعني جمع مذكر. تقول لي دي مفرد ده مش صح، ودي مفرد كمان، ده جمع وده جمع صح، بس ده جمع مؤنث اما ده جمع مذكر، يبقى انا عايزني ايه؟ جمع المذكر. طيب منى وساره، منى دي ايه؟ مؤنث، ساره دي ايه؟ مؤنث، فانا عايز اخليها جمع مذكر ولا جمع مؤنث؟ جمع مؤنث. فجمع المؤنث تبقى الاولى؟ لا. تبقى الثانيه؟ لا. تبقى دي ايه؟ جمع مذكر ودي ايه؟ جمع مؤنث، يبقى انا عايزني ايه؟ جمع المؤنث. وبكده الجزء ده يا جماعه انتهى. فاحنا خلصنا دلوقتي التواريخ وخلصنا الايام والسنوات والشهور وحروف الجر معاهم، فباقي جزء واحد بس في المحاضرة معانا. يبقى احنا كده خلصنا جزء مهم جدا من كورس التأسيس. وطبعا الفايل معاك ان شاء الله نحطه لك في الديسكريبشن، وتبقى معانا في الجروبات بتاع الواتس وعلى قناة التليجرام. وانت منورنا والله، بس ما تنسناش من دعائك. فشوية وراجعين لبعض تاني، يلا بينا. ويلا بينا على اخر فكرة في المحاضرة دي. وبكده يبقى احنا خلصنا المحاضرة الرابعة في الكورس التأسيسي. ركز معايا. بص يا حبيب قلبي، عندنا اولاد ضمائر اسمها ضمائر توكيدية، اللي هي البرونون تونيك، اسمها كده. ماشي؟ ايه البرونون تونيك دي؟ او الضمائر التوكيدية. يعني الضمير التوكيدي ده هو ضمير بيتحط يا قبل الضمير قبل الجملة ما تبدأ، يا بعد ما الجملة تخلص. ازاي ده؟ تعالى وانا اقول لك. اول حاجة، لو انا قلت الضمائر التوكيدية دي تيجي بكذا شكل، يعني انه رجع جايب لك نقطة كده، نقط رجع عامل كوما. ماشي؟ ورجع جايب جو مثلا، جو مابيل، انا اسمي ماشي عمر. خلاص؟ يبقى هو انا كده عايز ضمير توكيدي، تعرف على طول كده. طيب، او جملة تانية وهو بيقول tu انت معاك ادواتك مثلا، افار يعني اغراضك او اشيائك، بيسأله سؤال. ماشي؟ فهنا في ضمير جو صح كده؟ اهو ده ضمير ايه؟ جو. حلو؟ وهنا ضمير تي صح كده؟ اللي بنعوزه بقى هنا كده اسمه الضمير التوكيدي. ضمائر الايه؟ التوكيد. فجو الضمير التوكيدي بتاعه اسمه ايه؟ موا. وتي الضمير التوكيدي بتاعه اسمه ايه؟ توا. يبقى الجو تبقى موا، ها، والتي تبقى توا. لما اقول لك الضمير التوكيدي بتاع الجو تقول لي موا. تقول لي طب وايه اللي خلاه سماه توكيدي؟ اقول لك بالظبط كده. بص، اما اجي اقول لك ايه؟ انت اللي كسرت الازاز، فتقول لي انا والله ما عملت حاجه. شفت بقى؟ انا الاولانيه دي كانت انا التوكيديه. انت تقصدني انا؟ يعني انا ما عملتش حاجه. شفت انت قلت انا كم مره؟ مرتين. ماشي كده؟ فانا الاولانيه دي اسمها التوكيديه اللي هي موا، وبعدين تبدا بالجو بقى اللي هي انا الفاعل العادي اللي احنا عارفينه. انت برضه لما تيجي تسال واحد انت، هو مش سامعك، تقول له انت اسمك ايه؟ انت الاولانيه دي ايه؟ انت التوكيديه. طب انت اسمك ايه الثانيه دي ايه؟ انت الفاعل العادي. خلاص؟ يبقى الجو تبقى موا، ها، والتي تبقى توا. انا عايزك تعرف لي دول بس ضمائر توكيديه. ماشي؟ فالضمائر التوكيديه اول حاجه هناخدها اثبات للشخصيه. حلو؟ يبقى ده اول استخدام لضمائر التوكيد، ان هي ايه؟ بتثبت شخصيه المتكلم والمتكلم اليه. يبقى ضمائر توكيديه اثبات للشخصيه. تاني، ضمائر توكيديه اثبات للشخصيه. يبقى ده اول غرض من اغراض الضمائر التوكيديه. طيب، تاني غرض وتاني استخدام. تاني استخدام للضمائر التوكيديه ايه؟ تقول بص كده،
لو ليفر الكتاب، بص كده، لو ليفر الكتاب ايه بيكون نقط. ايه ده؟ تقول لي الكتاب بيكون ملكي، يبقى ده اثبات للايه؟ برافو، اثبات للملكيه. طيب لو انا قلت جمله تانية اهو، لو ليفر الكتاب ايه يكون ملك، تقول لي هو يعني دي ملك؟ دي كانت بتيجي قبل الساعه، صح كده؟ بتيجي قبل الساعه عشان تقول في الساعه كذا، انما هنا جايه للملكيه. تقول لي وانا ايه اللي عرفني ان هي للملكيه؟ تلاقي دايما قبلها الفيرب اتر كده، اللي هو الفيرب تو بي، الفيرب يكون اللي احنا قلنا عليه، اللي هو جو سوي، تو ي، الي، نو سون، فو زيت، ils sont اي. ماشي؟ اول ما تلاقي فيرب اتر وراه فيرب اتر وراه تعرف ان ده ملكيه على طول. فلو انت عايز تقول الكتاب بيكون ملكي تقولها ازاي؟ تقولها موا. طب لو عايز تقول الكتاب بيكون ملكك تقولها ايه؟ تقولها توا. يبقى ملكي يبقى موا، وملكك يبقى توا. سهلة؟ يبقى ضمائر توكيدية إثبات للشخصية إثبات للملكية. قول لي بقى تاني كده، ضمائر توكيدية إثبات للشخصية إثبات للملكية. تاني، ضمائر توكيدية إثبات للشخصية إثبات للملكية. تقول لي ده تاني استخدام. طب تالت استخدام إيه بقى؟ بص كده، لما تيجي تستخدم الضمير التوكيدي تالت استخدام تستخدمه في الآتي. لما أجي أقول لك إيه؟ بص وركز معايا. Je m'appelle، أنا اسمي أهو، Je m'appelle عمر، أنا اسمي عمر. بص et toi، ده ضمير توكيد أهو، ده ضمير بس ده بنسميه ضمير للاستفهام. خلاص؟ يبقى Je m'appelle عمر، أنا اسمي عمر، et toi. الضمير ده ضمير مفعول، بيعبر عن إيه؟ عن الاستفهام. خلاص؟ طب لما باجي اجاوب بقى، انا اسمي عمر، لو انت زيي اسمك عمر هتقول ايه؟ بص، هتقول موا اوسي. يعني ايه موا اوسي؟ وانا ايضا. طب موا اوسي وترجع اعمل كوما كده، جو مابيل عمر، انا اسمي عمر اهو. طب لو انت اسمك رامي مثلا، يعني هتقول موا اوسي برضو؟ لا غلط، تقول ايه؟ موا أنا جو مابيل، وتقول اسمك بقى أي اسم آخر، جو مابيل رامي. ماشي؟ يبقى عند التشابه في الاسم أهو موا أسي، وعند الاختلاف موا من غير أسي. سمعني كده، عند التشابه موا أسي، وعند الاختلاف موا من غير أسي. طيب انا دلوقتي بقى استخدمته للايه؟ للجمله استفهاميه. يبقى الضمائر التوكيديه لها كم استخدام؟ 3. اقولهم لي كده: ضمائر توكيديه اثبات للشخصيه اثبات للملكيه والجمله استفهاميه، وعند التشابه موا أسي، وعند الاختلاف موا من غير أسي. ضمائر توكيدية إثبات للشخصية إثبات للملكية والجملة استفهامية، وعند التشابه موا أسي، وعند الاختلاف موا من غير أسي. عاش. طيب كده احنا خلصنا الجزئية دي، عايزين نروح نحل عليها بقى يا مستر أحمد، نفهم يعني. بص كده معايا في الجزئية الجاية، التمرين اهي. التمرين هنا بيقول ايه؟ بصوا كده يا ولاد، بيقول انا عندي 17 سنة وانت؟ فقال له انا عندي 17 سنة، يبقى زيه، صح كده؟ طب وما دام زيه هيبقى ايه؟ هيبقى موا أسي اهي، موا أسي.
طيب لما قال له ده انا عندي 17 سنه جي دي سيتون اتوا، وانت قال له ده انا عندي 15، يبقى مش زيه، عندي الاختلاف موا من غير اوسي. يبقى عندي التشابه 17 سنه موا اوسي، عندي الاختلاف موا من غير اوسي. دي النقطه الاولى اللي انا شرحتها على السبوره. طيب في نقاط اخرى عايز تقولها في المحاضره دي يا مسيو احمد؟ انا عايز اقول لك انه كده عشان ما اكترش عليك هنحاول نوصل الحصص كلها لساعه فقط، كل المحاضرات اللي جايه تبقى ساعه ان شاء الله. مش هحاول اطول عليك، وهيبقى الكورس ان شاء الله مفسر وماشيين براحتنا خالص، وانا معاك لاخر الطريق. اهم حاجه استحلفك بالله بالحاجات اللي بفكرك بيها من اول الكورس، وهو اول حاجه لايك، تاني حاجه شير، تالت حاجه كومنت بدعوه صالحه ليا. ادعوا لي بظهر الغيب. انا ابوكم واخوكم الكبير احمد حلمي. J'espère que vous serez en bonne santé. Je vous souhaite la réussite et le succès pour vous. Je suis très content de votre rencontre avec monsieur Ahmed Helmi. Tu ne peux pas fermer tes yeux. Au revoir.